عندما يتعلق الأمر بتاريخ المغرب، يظهر وجود عدة سلاسل حاكمة على مر القرون، وكل سلالة لها قصة فريدة تتنوع بين الوقائع الحقيقية والقصص الأسطورية. بعض هذه السلاسل يمكن وصفها بأنها تحمل حكايات غامضة ولافتة للانتباه، فقد بدأ بعض مؤسسيها رحلتهم كهاربين من الموت، وآخرون بدأوا كشخصيات بسيطة في خيمة ليصبحوا حكاما لدولة. وهناك سلاسل أخرى نشأت على أنقاض عائلات أخرى، وقامت بتشكيل صورة المغرب الذي نعرفه اليوم. الأدارسة هي سلالة إسلامية من ذرية النبي محمد، أسسها إدريس الأول في عام 789، وكان إدريس الأول أميرا عربيا من ذرية الحسن بن علي، هارب من المدينة المنورة بعد اغتيال الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. تمكن إدريس الأول من تأسيس دولته في منطقة الأطلس المتوسط بالمغرب، وعاصمتها مدينة فاس. وحكمت هذه السلالة المغرب لمدة قرن تقريبا، قبل أن تقع تحت حكم الفاطميين في عام 985. ترك الأدارسة تأثيرا كبيرا على المغرب، حيث أسسوا أول دولة إسلامية ملاكية في البلاد، ونشروا الإسلام في منطقة الأطلس المتوسط. كما أسسوا مدينة فاس، التي أصبحت لاحقا واحدة من أهم المدن في المغرب. وقاموا ببناء العديد من المساجد والجامعات والمدارس. ويعتبر الأدارسة من أهم السلالات الإسلامية في تاريخ المغرب، حيث أسسوا دولة قوية تركت بصمة واضحة على البلاد. تأسست الدولة المرابطية في القرن 11 الميلادي على يد عبد الله بن ياسين، وهو فقيه ومصلح ديني أمازيغي. وقد تميز حكم المرابطين بالقوة العسكرية والاهتمام بالدين والعدل. كانت منطقة المغرب الإسلامي مقسمة إلى عدة إمارات صغيرة في القرن 11 الميلادي. وقد ساهم المرابطون في إعادة توحيد المغرب تحت حكم واحد، مما أدى إلى الاستقرار والازدهار في المنطقة. كان المرابطون من دعاة الإسلام السني، وقد ساهموا في نشر الإسلام في منطقة المغرب الإسلامي، حيث حاربوا البدع والخرافات ونشروا تعاليم الإسلام الصحيحة. كان المرابطون من الحكام العادلين الذين اهتموا بالدين، كما حاربوا الظلم والاحتكار. قام المرابطون ببناء العديد من المساجد والمدارس والمستشفيات في جميع أنحاء المغرب الإسلامي، وقد ساهم ذلك في نشر العلم والثقافة والرعاية الصحية في المنطقة. ساهم المرابطون في تطوير الصناعة والتجارة في المغرب الإسلامي، وقد شجعوا الحرف اليدوية والصناعات التقليدية، كما شجعوا التجارة الخارجية. سيطر المرابطون على الأندلس في القرن 11 الميلادي، وقد ساهم ذلك في حماية المسلمين في الأندلس من الهجمات المسيحية. كانت الدولة المرابطية قد بدأت في الضعف قبل وفاة يوسف بن تاشفين، فقد أدت كثرة الحروب التي خاضها المرابطون في الأندلس إلى إضعاف موارد الدولة. كما أدت الخلافات الداخلية بين قبائل صنهاجة إلى تقويض قوة الدولة. في عام 1147 توفي يوسف بن تاشفين، آخر ملوك المرابطين، وقد خلفه ابنه علي بن يوسف، الذي حكم لمدة قصيرة قبل أن يطيح به الموحدون. كانت الدولة المرابطية من أهم الدول الإسلامية في العصور الوسطى، وقد تركت بصمة واضحة في تاريخ المغرب الإسلامي من خلال إنجازات عديدة في مختلف المجالات. الموحدين سلالة أمازيغية حكمت في شمال إفريقيا والأندلس سنة 1130. تأسست الدولة الموحدية على يد محمد بن تومرد، وكان يدعو إلى توحيد المسلمين تحت راية واحدة. أطلق بن تومرت عام 1118 الدعوة لمحاربة المرابطين، واتخذ من قلعة تنمل على جبال الأطلس مقرا له. استطاع خليفته عبد المؤمن أن يستحوذ على السلطة في المغرب، حيث سقطت مراكش عام 1147، ومن ثم على كامل إفريقيا حتى تونس وليبيا عام 1160، والأندلس من 1146 إلى 1154. وفي عهد الناصر من 1199 إلى 1213 تم القضاء على العديد من الثورات في إفريقيا. مرت دولة الموحدين في مراحلها بالقوة، إذ حكم عبد المؤمن بن علي 34 سنة تعد من أزهى عصور المغرب. أشهر ملوك دولة الموحدين
عبد المؤمن بن علي الكومي، أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن، أبو يوسف يعقوب بن يوسف المنصور، محمد الناصر بن يعقوب بن يوسف. مرت دولة الموحدين بوقت حكم عبد الرحمن الناصر لدين الله بمرحلة الرمق الأخير لها، إذ ارتكب أخطاء فادحة أنهت وجود دولة الموحدين. تلقت دولة الموحدين هزيمة قاسية في معركة حصن العقاب في عام 1212 ولم تقم لهم بعدها قائمة. في عام 1269 سقطت الدولة الموحدية على يد المارينيين. وقد تركت الدولة الموحدية بصمة واضحة في تاريخ المغرب الإسلامي من خلال إنجازات عديدة في مختلف المجالات. المارينيون هم سلالة من البربر الأمازيغ الذين تولوا الحكم في دولة المغرب من 1244 إلى 1465، واتخذوا من مدينة فاس عاصمة لهم، وهم ينحدرون من قبيلة زنات البربرية، نازحوا إلى المغرب في القرن الثاني عشر واستقروا في المناطق الشرقية والجنوب شرقية. كما مر المارينيون بمراحل من الصراع مع الموحدين فانتهت بسيطرتهم على مكناس وفاس ثم مراكش، وسيطروا على المغرب ونظموا جيشا قويا لهم. تولى الدولة أبو بكر بن عمر ويعقوب بن عبد الحق، وسيطروا على مراكش عاصمة الموحدين، وقد استغلوا تفكك السلطة المركزية، وهذا بين الأعوام 1239 و 1258. حكام الدولة المارينية في مرحلة القوة هم أبو الحسن وأبو عينان، فازدهرت الدولة المارينية في هذه المرحلة التي تتراوح بين عامي 1258 و 1348. تعاقب على الدولة المارينية في هذه المرحلة التي استمرت حوالي 178 عاما عدة ملوك، وسيطر الوطاسيون على الحكم، وانتهت بانهيار الدولة عام 1526 في عهد أبي حسون الوطاسي. استندت الدولة المارينية إلى الإسلام، فقد وقفوا باعتبارهم حماة الإسلام والمسلمين إلى جانب مسلمي الأندلس في صراعهم ضد خطر النصارى على المسلمين هناك. كان هدف المارينيين سياسيا أكثر من كونه ديني كالمرابطين والموحدين، وكانوا يسعون لنشر الأمن والعمل لصالح الرعية مما أكسبهم محبة الناس. اتخذوا طرقا عسكرية وسياسية للوصول إلى الحكم، فقاتلوا الموحدين وانتصروا عليهم، وحافظوا على ملكهم من خلال اعترافهم بالخلافة الحفصية في تونس، وطلب العون منهم لإضعاف خطر بني زين في الجزائر والموحدين. وضعوا خطوطا دفاعية ضد خطر الزيانيين في الشرق، ونظموا القبائل العربية واستخدموها في محاربة الأقاليم المنفصلة عن الدولة. تضافرت عوامل وأسباب عدة أدت لسقوط الدولة المارينية، منها تحالف حكام مدينة غرناطة ضد بني مارين مما أضعف الدولة، ضعف الأمراء والسلاطين في أواخر عهد الدولة المارينية، المخاطر الخارجية على دولتهم من النصارى التي تمثلت بالحرب على الدولة التي شكلت خطرا على الاسترداد في الأندلس، تولى اليهود المناصب في الدولة، وظلمهم وجورهم على مواطني المغرب مما أدى لقيام الثورة ضد الدولة. نشأت الدولة السعدية في المغرب عام 1511، فبعد عجز السلطة عن صد الغزو البرتغالي للمغرب، تصدى المقاومون المغاربة لها، وفي تلك الفترة ظهرت بدايات الدولة السعدية الذين تصدوا للغزو وأسسوا دولتهم. وكانت بداياتهم في مدينة سوسة التي كانت خارجة عن السلطة المركزية. وتوسعت دولتهم وارتفعت مكانتهم لدى المغاربة. بعد ذلك أصبح السعديون يسعون لضم المغرب بكامله إلى نفوذهم وسلطتهم، وبالفعل تمكنوا من توحيد المغرب عندما قضوا على الوطاسيين، وفي البداية دخلوا مراكش واستولوا عليها دون قتال، ثم بدأ الصراع بينهم وبين الوطاسيين، والذي انتهى بالقضاء عليهم نهائيا عام 1554. اتخذوا مراكش عاصمة لهم لقربها من قواعدهم العسكرية جنوبا وبعدها عن خطر الأتراك. قاموا بإنشاء الجيش النظامي المكون من الأتراك الذين بقوا بعد انتهاء الجيش الوطاسي. قاموا بإعادة بناء تارودنت وأكادير في موقع حصن سانتا كروز. استقلوا ورفضوا أي خضوع ولو بالاسم للأتراك خوفا على استقلال المغرب. فرضوا نظاما جبائيا صارما لأنهم كانوا بحاجة للمال من أجل تنظيم الجيش والدفاع عن الدولة.
بلغت الدولة أوجها السياسية في عهد أحمد المنصور الذهبي من 1578 إلى 1603، والذي أمن رخاء البلاد من خلال تحكمه في اقتصاد الدولة. واستحدث في عهده نظام إدارة جديد، والذي أطلق عليه اسم المخزن. على الرغم من قوة الدولة السعدية، لكن تضافرت عوامل عديدة أدت لسقوطها، أهمها الصراع على الحكم بين أبناء الأسرة السعدية، قيام الثورات والحركات الانفصالية والإمارات المستقلة عن الحكومة المركزية في الدولة، وانشغال أمراء الدولة بصراعهم عن الغزو الخارجي وأحوال الناس. النزاع العسكري بين الإمارات والولايات المنفصلة والتوسع في حدود الإمارة على حساب الأخرى. ظهرت إمارة قوية بقيادة الأسرة العلوية تسعى لتوحيد المغرب. تولي أبو العباس أحمد الحكم، وإصابة الدولة بالتردي والانهيار والضعف، لأنه كان ما زال طفلا وقبيلة أخواله تسعى للوصول للحكم حتى وصلوه، وسقطت الدولة السعدية. تركت الدولة السعدية تأثيرا ثقافيا كبيرا في المغرب، كما ساهمت في تطوير الفنون والعمارة المغربية. الدولة العلوية هي سلالة تحكم المغرب منذ عام 1666. أسس الدولة العلوية الشريف بن علي، الذي كان قائدا دينيا من قبيلة تفيلت. قاد الشريف بن علي ثورة ضد الدولة السعدية الحاكمة في عام 1631، واستطاع السيطرة على تفيلة وسجل ماسة. وفي عام 1666 أسس الشريف بن علي الدولة العلوية في مراكش. حكم الدولة العلوية العديد من السلاطين البارزين، ومن أبرزهم مولاي إسماعيل من 1672 إلى 1727. يعتبر مولاي إسماعيل أعظم سلاطين الدولة العلوية. حكم المغرب لمدة 55 عاما، وحقق خلالها العديد من الإنجازات، منها توحيد المغرب تحت حكم مركزي قوي، بناء العديد من القصور والحصون والمدن، تطوير الجيش المغربي. محمد بن عبد الرحمن من 1822 إلى 1859 حكم المغرب لمدة 37 عاما، وتميز عهده بالاستقرار والرخاء. محمد الخامس من 1927 إلى 1961 قاد محمد الخامس الحركة الوطنية المغربية ضد الاستعمار الفرنسي والإسباني، واستطاع في عام 1956 استعادة استقلال المغرب. يحكم المغرب حاليا الملك محمد السادس، الذي خلف والده الملك الحسن الثاني في عام 1999. حققت الدولة العلوية العديد من الإنجازات، منها توحيد المغرب تحت حكم مركزي قوي، تطوير الجيش المغربي، بناء العديد من القصور والحصون والمدن، تطوير التعليم والاقتصاد. كان للحكم العلوي تأثير كبير على الثقافة المغربية، فقد ساهمت الدولة العلوية في نشر الثقافة العربية الإسلامية في المغرب، كما ساهمت في تطوير الفنون والعمارة المغربية. في الختام، يظهر تاريخ المغرب كملحمة غنية بالأحداث والتنوع، حيث شهدت البلاد حكم سلاسل مختلفة، لكل منها تاريخها وقصتها الخاصة، من رحلات الهاربين من الموت إلى التحولات المدهشة من البساطة إلى السلطة. كل هذه السلاسل ساهمت في بناء الهوية المغربية الفريدة.